يا ترى انا هعيش من بعده ازاي؟ يا ترى هلاقي حد زيه تاني؟ لا مستحيل. فمش قادر يتقبل فكرة انك انت تبعد عنه نهائيا. ده بالنسبة له مسبب له ممكن يعني شوية صراعات نفسية. لا، الشخص ده على طول انت في دماغه، وعلى فكرة بيحلم بيك وانت بيوصلك الطاقة دي. طيب الشخص ده حاسس بندم اتجاه وقت ما ادهلكوش. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الشخص ده ما ادكش مثلا مشاعر، ممكن يكون الشخص ده ما قالكش ان انا عايز ارتبط بيك، في حجة او في عذر قالهولك الشخص ده، وواضح ان هو كان بيتهرب من علاقة ارتباط. اكتب لي تحت، لان هو عايز يرجع بطاقة ارتباط. عايز يرجع بطاقة ارتباط مرة تانية. وكمان ده شخص ما كانش رومانسي معاك في العلاقة، او انت اكتشفت ان هو شخص كان بياع كلام مثلا. لانك انت زي ما تكون اتفاجأت بحد تاني انت ما تعرفوش، اتفاجأت بعلاقة انت ما كنتش داخلها من الاول. يعني شخص كان بيعبر عن مشاعره وكان دايما قريب منك وكان دايما على تواصل معاك، فجأة الشخص ده مش عايز يكلمك، مش حابب يفتح معاك مواضيع، مش عايز يشوفك، مع بلوكات. فانت اتصدمت، يعني اللي هو معقول مين الشخص ده؟ او ده كان بيمثل بقى، ده ما كانش بيحبني. فدي طاقتك مع الشخص ده دلوقتي. فهو فعليا ندمان على كل اللي عمله معاك، وشايف الصورة من وجهة نظره ان ليك حق انك انت تقطع العلاقة وتنسحب. الصراحة ليك حق انك تنسحب من حياته، لان هو كان معاك في طاقة، بص، زي صن مع طاقة زمون. يعني كان شخص كده ليل ونهار كده متغير، النهاردة معاك كويس، تاني يوم تلاقيه متغير، مش فاهم له بيحبك ولا بيكرهك. واضح انه شخص غامض كمان يعني. بس الشخص ده بيحبك قوي، مش قادر ان هو يعني يشوف العلاقة بتنهار اكتر من كده ويفضل ساكت. فشايفاه يتواصل معاك، شايفه في فك بلوك وفي اعتذار هيجيلك من الشخص ده، شخص بتاع مصلحته. فواضح ان الشخص ده اتعلم منك قوي الاصول، اتعلم منك قوي انك انت شخص طيب، شخص يعني رغم ان انت ممكن تكون افضل منه كتير، بس كنت بتعامله بحب وبتعامله بطيبة، وكنت بتحاول على قد ما تقدر تساعده. بس واضح ان الشخص ده شايفك لو رجعت له او بتكلمه حاليا انت تتكلم معاه بطريقة فيها تغيير. ما تقوليش لا، فيها تغيير. لو بتكلمه بتتكلم معاه بتغيير، والبعض الاخر انت قاطع معاه لحد النهارده، لان الشخص ده شعوره اتجاهك شعور ان هو عايز يرجع حبك تاني ليه، عايز يفضل في حياتك، عايز يعرض عليك تواصل. واضح ان الشخص ده عايز الفترة دي يشوف حاجة يكسبك بيها، عايز يكسب قلبك، عايز يكسب العلاقة معاك. الشخص ده شايف ان ضحى بيك، بس المرة دي هو عايز يضحى عشانك، لانك انت تستاهل، لانه مش هيقابل حد زيك، مش هيلاقي حد يعني جميل وحلو ومهتم بنفسه، وفي نفس الوقت انت ضحيت بعلاقات كتير من اجله. على فكرة انت اللي بتسمعني، انت ممكن تكون سبت علاقات من اجل الشخص ده. ومشكلة كمان ان ده شخص مليان عيوب، يعني انت مع شخص اوريدي كان فيه عيوب كتير. يعني انت المفروض تستاهل حد احلى من كده، اجمل من كده، شخص يكون ماديا اعلى منه، لان واضح في طاقته ان الشخص ده مش مناسب ليك، وانت يعني دخلته حياتك، ده فعليا مش مناسب ليك. فهو شايف ان انت عملتي معاه معروف، انك قبلت انك تدخله حياتك، تتواصل معاه، تكلمه. ده كان بيحلم على بسطة منك، كلمة منك. فالشخص ده بقى عنده طاقة يعني ذهول، اللي هو ازاي ضيعك، ازاي نهى العلاقة بالسهولة دي. فاهمني؟ طيب هل يا جودي بعد ما الشخص دوت عملتي معاه ده كله، هل فعلا ما قدرش حب؟ لا، انا شايفاه ان هو قدر حبك، لانك انت